السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قصتي مع الطبخ الأصيل. نتمنى تكون على خير وبألف خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفة الفقاس الكبير البلدي اللي تيجي باللوز ومن السم. يا سلام، نتمنى أنكم تجربوه بهذه الطريقة وبقوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وما نطولش عليكم ونبداو على بركة الله. مقادير الفقاس ديالنا غنحتاجو 4 البيضات كما تلاحظوا بحجم شويه كبير، او ديروا 6 البيضات تبقى لكم الاختيار. عندي راس معلقه صغيره ديال القرفه، راس معلقه صغيره ديال المسكه الحره، نص كاس ديال المزهر، 2 معالق كبار ديال النافع، ونص كاس ديال الزنجلان البلدي اللي حمرته واحد شويه، ماشي بزاف ولكن صهته واحد شويه فوق البوطه، شويه من الملحه باش نسمو الفقاس ديالنا. هنا زلافه ديال اللوز اللي درتو في الماء تقريبا سلقتو ليله كامله، لا غدت ليه عاد صفيتو وخليتو حتى نشف وقطعتو على جوج كما تلاحظوا، او يمكن ديروا شي 3 سوايع او 4 سوايع مفزك في الماء وتقطعوا هذيك الساعه. المهم خصو يكون مرطب في الماء. غادي يصدق لينا في الفقاس ديالنا. هنا 2 كيسان ديال سنيده، كيسان جوج كيسان ديال سنيده بكاس ديال العنبه يكونوا عامرين، وهنا 2 كيسان ديال الزيت الى 4، يعني 2 كيسان ديال الزيت ديال العنبه ولكن ما عامرينش مزيان، يكونوا شويه ناقصين، لان الا كثرنا الزيت في الفقاس ديالنا ما نبغيو نقطعوه، يمكن يبقى يتفرتت لينا ونضيعوا فيه نضيعوا شي كميه كثيره. بالنسبه للطحين تقريبا يمكن نحتاجو 600 غرام حتى 650، تبقى على حسب النوعيه ديال الطحين. دابا بسم الله نبداو في التحضير ديال الفقاس ديالنا. 4 البيضات، ندير شويه ديال الملحه، ضروري اي شكل ديال الحلوى نديرو الملحه باش تقاد لنا هذاك الذوق ديال السكر وتزيد الحاجه ديالنا بنينه. القرفه والمسكه، القرفه ولا المسكه نحاولوا ما نكثروش منهم باش ما يعطيوناش هذيك المروره في الفقاس ديالنا. ندير سنيده، 2 كيسان ديال العنبه كما ذكرت معكم، نخلط السنيده مع البيض. هانتوما كما تلاحظوا خدمت البيض والسكر مزيان بيديا حتى بقى غادي مايل البيوض. نزيد دابا الزيت 2 كيسان الى 4، يعني 2 كيسان ما يكونوش عامرين ديال العنبه، ماشي بحال ديال السنيده. المزهر باش الفقاس ديالنا تيجي على حقو طريقو وتيجي منسم. النافع اللي تبغي حبه حلاوه حتى هي يزيدها ماشي مشكل. الزنجلان واللوز تبقى على حسب الكميه اللي بغيتو، بامكانكم ديروا غير كاس صغير ديال العنبه راه كافي. المهم يعطي هذيك التنسيمه ديال اللوز. واللي بغى زلافه يدير خمارات، نسيت ما ذكرتهمش معكم. اذا كان الحاد سخون يمكنكم ديروا خماره ونص، دابا حيت كان الحال شويه بارد غندير 2 خمارات. لان كل وقت وكيفاش الخماره يمكنكم تستعملوها. ودابا نبدا في الطحين، يبقى على حسب الكميه ديال البيض، اما 600 او 650، ولا كان البيض صغير يمكنكم تستعملوا غير 500، يعني هي نص كيلو ديال الطحين. المهم تبقى عينكم ميزانكم مع الطحين. نحاولوا الطحين ما نديروش في دقه واحده، نديرو شويه بشويه وحنا تنخلطوا وتنشوفوا واش نزيدوا ولا لا. هنا حصلت 3 كرات تقريبا بنفس القياس، غناخذهم ونحاول نديرهم على شكل مستطيل. هانتوما ما يكونوش خفاف وما يكونوش قاصحين، يعني خصهم يكونوا رطب.
بهذه الطريقه. هانتوما كما يعني يكون رطب. الا قصحناه فوق ديالنا تيجي قاصح، يعني ما تيجيش مقرمل، تيجي قاصح. غنقادو بحال هكا مع الجناب. ونديرو في اللاطه اللي غنطيب فيها الفقاس. هانت شي رطوبيه اللي رطب. هنا خديت صفر بيضه ودرت فيها شويه ديال النسكافيه باش ندهنهم. ونشكلهم بحال هكا باش يعطينا داك المنظر. دابا ندخلهم الفران على درجه الحراره 180 درجه. دابا انا رديته يسخن، ندخلو الفران يكون شويه سخون يعني ماشي بارد، ونطيبوهم لتحت. ونحاولوا ما نحمروهمش بزاف، حدهم يشدوا راسهم. نحاول ما يكونش محمر، يكون هي شد راسو باش القطعه اللي تكون تنقطعوا الفقاس ديالنا ما يتكرتفش لينا وما يتقطعش. حنا تنقطعوه بالموس. دابا غندخل معكم الفران. الفقاس من بعد ما خرجته من الفران هانتوما كيتحمر، ولكن من تحت انا ما حمرتوش بزاف، خليته شويه غادي بيوض. دابا انا درتو في هذا المنديل هذا اللي بللته بالماء، وغنغطيه بواحد المنديل ناشف باش يسف هذاك البخار اللي هيطلع من الفقاس. ونخليوه اما ليله كامله او من الصباح حتى الليل غنبداو نقطعوه. الفقاس من بعد ما قطعته غندخلو الفران على نار تكون متوسطه، نشعل عليه من الفوق ومن التحت ونخليه يطيب على خاطرو. المقطع ديال الفيديو اللي كنت بينت لكم انا نقطع فيه الفقاس راه تحدث ليا، يعني تنعتذر على هذا المقطع اللي ما كاينش. الفقاس ديالنا من بعد ما وجد، نتمنى انكم تجربوا بهذا المقادير، راه تيجي زوين بزاف والمذاق ديالو رائع. وعواشكم مبروكه، نتمنى ان تدخل عليكم بالصحه وبالخير والامان ليكم ولوليداتكم والعائله ديالكم بصحيحه جديده ان شاء الله وكل ما تتمنوا. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله مع فيديو جديد.